أهلا بحضراتكم. محمد عبد الحكيم اتكلم في فيديو على صفحته وقال: إخواتنا وحبايبنا اللي في مصر أكونتات بأسامي إخواتنا المسيحيين، والحسابات دي بيفضلوا يهاجموا مصر. طيب إيه الحكمة من اللي بيحصل ده؟ علشان لما تيجي تسألهم انتوا مين وبتعملوا كده ليه، يرد عليك واحد منهم ويقولك يا عم أنا مسيحي. تدخل تقلب في الأكاونت بتاعه تلاقي في حسابه حوالي 300 واحد بس. فمعروف إن الحسابات دي كلها حسابات وهمية فيك يعني. يكمل محمد كلامه ويقول: بس طبعا هما لجأوا للحيلة الرخيصة دي لأنهم بقوا محفوظين جدا، والكل عارف هما مين كويس ومين اللي بيهاجم مصر كويس. فخدوا بالكم من أسماء إخواتنا وحبايبنا المسيحيين، مش بالضرورة إنها تكون حسابات سليمة. شكرا لحضرتك أستاذ محمد عبد الحكيم وعلى تفهمك ورقي فكرك. أما بالنسبة لآخر تطورات قضية كورولوس حشمت، للأسف النهاردة خبر حزين لكل اللي كان مستني كلمة حق. تم تأجيل جلسة الحكم في قضية كورولوس حشمت ليوم 25/5، وكان الكل نفسه يسمع خبر كويس وحكم البراءة علشان يرجع لبيته ولأولاده. بس الأمل في ربنا كبير جدا وأكيد هيظهر الحق. أما بالنسبة لكريستينا عماد، من بعد عودتها الأنبا ميخائيل خرج بتصريح هز وسائل التواصل الاجتماعي بعد عودة كريستينا، وتحذير كمان مهم لكل بيت. ما كانش تصريح عادي، كانت عبارة عن رسالة نارية من الأنبا ميخائيل من بعد رجوع كريستينا. قال: الأهل فين من اللي بيحصل؟ هل المشكلة أكبر من اللي ظهر؟ رسالة قوية من سيدنا بعد عودة كريستينا. كلامه كان هادي جدا، لكن في معناه وراه كلام مهم ورسالة قوية. وابتدى كلامه قال: إننا نشكر ربنا لأنه باركنا وفرح قلوبنا بعودة واحدة من بناتنا اللي كانت متغيبة من أيام، وربنا رجعها لأهلها، وده شيء يفرح القلب فعلا. ربنا يحفظ ولادنا وبناتنا ويبارك حياتهم. لكن عايز أوصل رسالة مهمة: أرجوكم يا آباء ويا أمهات، الموضوع مش دور جهة واحدة بس، في 5 جهات لازم تشتغل مع بعض: الأسرة، المدرسة، الإعلام، والكنيسة. ما ينفعش حد يقول فين دور الكنيسة. الكنيسة موجودة ولازم تقوم بدورها، لكن كمان الأب والأم ليهم دور أساسي في المتابعة والاهتمام. أرجوكم ما تسيبوش الموبايل والتليفون يربي ولادكم وبعدين تقولوا الحقينا يا كنيسة أنا هاجي وأساعد، لكن لازم تشتغلوا معايا. التحديات كبيرة جدا وولادنا بيواجهوا حاجات صعبة جدا في الزمن ده، وفي معلومات كتير صعبة على الواحد حتى يتكلم فيها، لكن كأب أحيانا بيسكت لأنه مش كل حاجة ينفع تتقال. أرجوكم تابعوا ولادكم، بيعملوا إيه في المدرسة، بيتعلموا إيه، أصحابهم مين. الولد بيقعد ساعات قليلة في الكنيسة أو المدرسة، لكن معظم وقته مع البيت. ولو الأب والأم بينهم مشاكل وخناقات، الولد هيتأثر ويبص لمين؟ مين هيعلمه الصح؟ في حالة دي الأولاد هم اللي بيدفعوا التمن. عندنا مسؤولية كبيرة جدا، واللي ربنا اداه أولاد لازم يحط قدام عينه إن المسؤول عنهم. ما ينفعش تتخانق ونبعد عن بعض ونسيب بعض، لأن في الآخر اللي بيتأذى هم الأولاد. طبعا بنفرح برجوع أي حد، وفي ناس وأجهزة بتتعب جدا علشان ترجع أولادنا ومجهودهم مشكور، لكن الأهم إحنا ندور على أولادنا الأول، نهتم بيهم ونكون قريبين منهم. دلوقتي أولادنا بيتعلموا في الكنيسة ألحان وحاجات حلوة جدا، لكن لازم كمان نكمل معاهم في البيت. اشتغلوا معايا واهتموا أكتر. في تحديات بتحاول تشوه صورة الكنيسة وتخليها آخر ملجأ للناس، لكن لازم ناخد بالنا إن دي خطة موجودة من زمان، فلازم نكون واعيين ونحمي ولادنا. خليكم قريبين من أولادكم، الأب، الأم، الجد، الجدة، العم، الخال، كلنا مسؤولين. تابعوا اللي بيحصل في المدرسة، خدوا بالكم من الموبايل اللي في إيد كل واحد، لأنه ممكن
يدخل حاجات كتير من غير رقابة. لكن لو علمنا أولادنا الصح والغلط وإيه ينفع وإيه ما ينفعش هيستجيبوا لينا. وفي الآخر الكنيسة بتطلب منكم حاجة واحدة: اهتموا بولادكم وبخلاص نفسهم. حقيقي سيدنا كلامه يتاخد جدا على محمل الجد. المسؤولية الكبيرة راجعة للبيت، للأب والأم اللي لازم يحتووا أولادهم ويدوروا عليهم، وفي الأول والآخر يغرزوا في قلوبهم مخافة ربنا. هي دي الحاجة الوحيدة اللي هتنور الطريق فيما بعد قدام عينيهم وتعرفهم الصح والغلط. أما بالنسبة للأستاذة شيرين كريم، لقت هجوم حاد جدا على صفحتها بسبب كلامها عن أواضي لناس مسيحيين وآخرهم كريستين عماد، وراحت نزلت منشور ترد وقالت: بيقولوا إنهم شركاء الوطن راضيين عنك، مش عارفة انتم متعصبين ليه؟ ولا يعصبك ولا ينرفزك. بحب ولاد المحبة وبتشرف بيهم وبوجودهم بصفحتي، بعتبرهم أهلي وأخواتي وأصحابي، وأنا منهم وزي بنتهم أختهم أمهم. عشان الناس بتوع ده: انتي عجوزة يا حاجة، وماله لما أبقى عجوزة في نظرك؟ هو العجز حاجة وحشة؟ كلنا هنعجز، ولا يشغلني رأيك. ربنا يحشرك معاهم. ربنا يا رب يجمعني مع من أحب. انت ما سمعتش الشيخ علي جمعة وهو بيقولك يمكن النار تتلغى؟ ربنا يا رب يعطي كل واحد على قد نيته وقلبه، ويبعد عني كل حاقد كاره لنفسه قبل غيره. والفيس باب واسع، ليه مضيقينها على نفسكم؟ ملحوظة: أنا بنقل كل أخبار الترندات وكل القضايا المجتمعية. كونك مش بتشوف غير اللي انت عايز تشوفه ده قصر نظر منك. لا تحمل الآخرين ذنب جهلك بعدم متابعتي لكل ما أقدم. وأحب أختمها علشان ولاد المحبة اللي في قلبي: سلام ونعمة وبركة. الله محبة، في أجمل من كده معاني سلام. طوبى لصانع السلام مع النفس مع القلب مع الناس مع الله. وإني يسلمك الله من كل شر. نعمة إن ينعم عليك الله بالرخاء والستر. بركة، بارك الله خطاك وحياتك. المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام وبالناس المسر. بس في الحقيقة أستاذ شيرين، حضرتك أستاذة محترمة وراقية جدا وفكرك مستنير، وشكرا جدا على ذوقك ومحبتك. وملحوظة: حضرتك مش أول حد يتهاجم. كتير من اللي بيقولوا كلمة الحق وما يمليه عليه ضميره بيتعرض للهجوم، زي أستاذة فاطمة نعود. وبكده خلصت أخبار النهاردة، وشكرا جدا على متابعة حضراتكم.